فحمايه اهي. منتهى الجمال بقى الريحه اهي. هغرب بقى معاكم الرز. ان شاء الله طلع لونها حلو جدا وجميله ازاي. ريحتها حلو بقى في منتهى الجمال. معاكم بقى شويه رز وكده عملنا اكله بسيطه كده وسهله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله باذن الله هنعمل معاكم دبابيس الفراخ. جايباها نضيفه كده زي الفل وغسلاها حلوه قوي قوي بالليمون اهو طبعا والملح، وسايباهم يتنقعوا كده حلو كويس جدا. شايله منهم كل الحاجات اللي هي المزلقه اللي في الفراخ من تحت ويعني، ومخليها زي الفل اهي ان شاء الله. هنتبلها بقى طبعا، انا غسلاها ونقعاها زي الفل. لازم في الجلد كده وننضف كل الدهون وكل حاجه كده تحت الجلد اهي ما شاء الله، وخليها زي الفل اهي. طبعا بعد ما اتنقعت بقى طبعا غسلناها زي الفل. هنتبلها بقى معاكم ونسيبها شويه في التتبيله عشان هنعملها في البطاطس ني في ني. جايبين معاكم بصل بودر، توم بودر، وبابريكا، جنزبيل، بهارات لحمه وبهارات فراخ. تدي لها طعم جدا حلو قوي قوي. بهارات اللحمه كمان مع الفراخ بيبقى كوكتيل حلو جدا. معاكم كده بالمنظر ده كده التوابل دي كده كلها كده ما شاء الله. هنشيل بس الاول الليمون هنا، القشر بتاع الليمون ده هنشيله الاول عشان خلاص. هنتبل بقى معاكم الفراخ كده ما شاء الله كده بالمنظر ده كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنتبلهم بقى كده كله كده من تحت الجلد كده. هنشيل الجلد كده ونتبل الفراخ كده اهو ان شاء الله. عايزين الفراخ تبقى كلها متبله. وان شاء الله هسيب الفراخ دي بقى كده بتاع ساعه كده بالظبط. ساعه بالظبط كده عشان التتبيله بتاعتها تبقى الفراخ لها طعم في التتبيله. لازم تقعد على الاقل حاجه ساعه. هنسيبها ساعه بقى كده وارجع لكم عشان هنحطها ان شاء الله في صينيه البطاطس. طبعا البطاطس البصله ناعمه اهي، المبشره ناعمه خالص. وطبعا بعد ما الفراخ اهي ما شاء الله التتبيله بتاع ساعه، هنحطها بقى في البصل على طول كده اهو ان شاء الله. نحط الفراخ كده بقى خلاص اتبلت وقعدت بتاع ساعه بقى كده. هنحطها كده ونرصصها بقى معاكم في الصينيه بالمنظر ده كده. وهنعمل معاكم بطاطس كده نيه في نيه ان شاء الله. نرصصهم كده جنب بعض ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي الله. بالمنظر ده كده تتبيله حلوه جدا ان شاء الله. نرصصها كده بالمنظر ده. تلبيس الفراخ دي برضك ما شاء الله ليها اكتر من طريقه. في ممكن تتعمل بالفيجيتار، ممكن تتسلق وبعد كده تتحمر بالفيجيتار، لها كذا طريقه. بس احنا عيالي بيحبوها في صينيه البطاطس كده، بتبقى طعمها حلو جدا. تغيير برضك عن الفراخ ان شاء الله حلوه جدا. طبعا التتبيله اللي احنا عملناها بقى طبعا مش هنحطها، هنحطها كده فيها علشان فيها التتبيله بالمنظر ده. هنولع بقى عليها بقى. ولما تستوي بقى شويه بقى طبعا هزود لها شويه ميه دلوقتي هوريكم. وبعد ما تستوي شويه تخش خلاص في السوي بنحط البطاطس. ما بنحطش البطاطس دلوقتي قبل ما تستوي عشان طبعا البطاطس ما بتاخش في السوي وبتتهرى على طول معانا. اول ما احس ان هي خلاص الفراخ استوت بقوم حاطه البطاطس معاكم. ازود اهو شويه الفراخ كده شويه ميه كده بالمنظر ده ان شاء الله عشان طبعا تستوى فيها. الميه مش كتير قوي لان هي طبعا هتستوى كده كويس. الميه دي كده اهو ما تغلي بقى معاكم وقربت بقى تستوى. هنحط البطاطس معاكم. يلا فاصل ونواصل. اوعوا تروحوا معايا الفراخ قبل ما تغلي معاكم كده. حط لها طماطمايه، حطيت لها حته توم كده بالمنظر ده، شطه وكمون وملح بالمنظر ده كده. بتدي برضه كده طعم برضه
حلوه قوي للفراخ. هقطع معاك النهارده طماطمايه كده علشان الفراخ متبقاش يعني ملونه كده مش حمرا كده. قطعت كده طماطمايه كده بالمنظر ده. تدي برضك لون حلو مع البطاطس كمان عشان البطاطس تبقى حلوه كده معانا تبقى ايه ان شاء الله. هسيبها بقى تغلي كده بقى معانا ونشوف الخط بتاعها مظبوط ولا لا. تغلي بقى معانا كده هنحط البطاطس ان شاء الله. الفراخ اهي لما حطيت لها معلقه صلصه بقت الشوربه يعني بتاعتها حمرا ازاي وجميله ان شاء الله. احنا بقى في الوقت ده بقى هنضيف معاكم بقى البطاطس عشان هي استوت خلاص. الفراخ اهي الدبابيس دي ما بتاخدش وقت ان شاء الله، مستويه اهي ما بتاخدش وقت. ففي الوقت ده بقى هنحط معاكم بقى البطاطس عشان البطاطس هتغلي يعني غلوتين كده البطاطس على طول وهتستوي. فلما شفنا الفراخ استوت اهي معانا ما خدتش سويه خالص، غلوتين بالظبط، لان الدبابيس صغيره مش كبيره قوي فمش بتاخد سويه. هنحط معاكم بقى في الوقت ده البطاطس. في الوقت بقى زي ما احنا قلنا اهو البطاطس مغسوله اهي متقطعه مكعبات، ولا هي تخينه قوي ولا هي رفيعه قوي، مكعبات متوسطه. هنحط معاكم بقى البطاطس ما شاء الله كده في الفراخ كده. هنوسع لها مكان كده عشان البطاطس تنزل كده لتحت، عشان ما باجي احطها في الشوايه تبقى البطاطس كلها متحمره كده في اتجاه واحد كده، ما يبقاش ايه الفراخ مش متحمره ولا البطاطس، لا. انا تملي بعمل الحركه دي، بودي الفراخ كده اهي، احط الفراخ كده واجيب البطاطس كلها في اتجاه واحد عشان البطاطس بتاعتنا كلها تتحمر مع بعضها ان شاء الله كده. هسيبها بقى كده لما البطاطس بقى تستوى بقى وارجع لكم. بس لما تستوى بقى كده وتخش في السوي بقى هنحطها بقى معاكم في الشوايه، هندهنها صلصه، وهنجيب كمان معاكم حته فحمايه هولعها على النار اهي احطها معاكم. عملنا معاكم فحمه اهي كمان على البوتاجاز اهي، عشان اول ما الفراخ تستوي هنحط حته الفحمه دي على الفراخ تبقى زي المشويه بالظبط على الفحم، تبقى ريحتها حلوه جدا ان شاء الله. الفراخ بقت جميله اهي وريحتها حلوه قوي، نشفت خالص معانا كده بالمنظر ده. هحطها بقى معاكم صلصه، هدهن وشها معاكم صلصه كده علشان نحطها في الفرن تتحمر بقى كده معاكم، ونشوف اللون الحلو بتاعها الذهبي كده ما شاء الله. البطاطس كده اهي رملت خالص واستوت معانا بالمنظر ده كده. هدهنها كده صلصه ان شاء الله، ريحتها بقى جميله قوي. كمان الفحمايه كمان انا مولعه معاكم اهو. اول بقى ما تدي معاكم بقى اللون الذهبي كده الحلو هنقوم ايه حاطين لها بقى حته الفحمه كده ايه الجميله دي. نحط البطاطس بردك كده علشان البطاطس بردك تحمر معانا كده وتدي لون ذهبي حلو كده جميل ان شاء الله. ما خدتش وقت معانا خالص ما شاء الله. احطها بقى معاكم في الفرن بقى بالمنظر ده بقى وارجع لكم. فحمايه اهي منتهى الجمال بقى الريحه اهي. هغرب بقى معاكم الرز ان شاء الله، طلع لونها حلو جدا وجميله ازاي ريحتها حلو بقى في منتهى الجمال. معاكم بقى شويه رز وكده عملنا اكله بسيطه كده وسهله